السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده كده بعد ما خلصنا من اكلات العيد ويعني اللحوم والكبده والكلام ده كله؟ هنعمل مع بعض حاجه خفيفه نريح بقى من الفراخ واللحوم ونعمل ايه؟ الملوخيه بالارانب. تكات ووصفات وتركات مش هتلاقوها عند اي حد. ازاي تخلي لون الارانب تحفه كده، ازاي تتخلصي من ريحه الزفاره. طريقه جديده هنعملها مع بعض. اول حاجه كمان هجيب الارانب، هبشر بصلايه وهحط عليها ملح وفلفل اسمر ومعلقه من بهارات اللحمه، وهبدا ادعك البصله والتوابل كده واتبل الارنب كده زي ما انتم شايفين واسيبه منقوع كده في التتبيله ساعتين. بجد تفرق جدا. جربي الطريقه دي، مش محتاجه بقى اي حاجه، انت كده قضيتي على اي ريحه وحشه ما تعجبكيش فيها. التركه التانية، هحط ايه؟ هحط معلقه سمنه بلدي كده حلوه او نباتي مش هتفرق. وحطي بقى تسخن قوي في الحله كده وابدأي حطي اصدمي الارنب كده من ناحيتين. في ناس بتحط في المرحله دي مستكه، انا ما احتجتش اي حاجه من ده يا جماعه، لاني التتبيله اغنتني عن ده كله، وكمان الصدمه اللي حطيتها كده. ده سر عدم بقى ايه، سر من اسرار الارانب. هبدأ بقى كده معايا حلة بتغلي فيها شوربة على نار مية، وهبدأ احط بقى فيها البهارات او البوكيه جرنيه او تتبيلة زي ما انتم شايفينها: بصل، فلفل اخضر، طماطم متقطعة، جزرايه متقطعة، وورقة لورا، وفصين حبهان، وفلفل اسمر حصى. وبدأت كده اهو قلبتها شويه مع التتبيله، وكمان بقى مليت الكاتل ميه سخنه ومغليه، وهبدا ان انا احطها. ما تحطيش ميه من الحنفيه. كمان سر تاني عشان تجيبي احلى بقى ارانب معاكي، تديكي طعم وحاجه كده تخلي الشوربه عسل العسل: جيبي الارانب تكون صغيره، ما تعديش الارنب عن كيلو ونص بالكتير قوي. يعني لو اقل كيلو وربع كده يبقى حلو قوي. من كيلو، كيلو ونص زي الفل، ما تكتريش عن كده عشان تستوي معاكي بسرعة وتبقى حلوة وتبقى شربتها جميلة كده وطعمها حلو. هسيبها كده كده مع نفسها لما تستوي، واملحها واحط الملح واظبطها وكل حاجة كده تمام. اغطي عليها واسيبها. اول ما تستوي هنبدأ بقى نعمل ايه؟ هنجيب معلقة من الكاتشب او صلصة الطماطم، وحطيت عليها فلفل اسمر وملح ومعلقة من بهارات اللحمة، وكمان زي ما انتوا شايفين كده سنتوفة زيت. هبدأ ان انا بقى كده حطيت بقى كله كده، وبفرشة كده وهغطيها كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا طاسة محطوطة على النار فيها معلقة سمنة بلدي وكمان حبة زيت. مفيش سمنة بلدي استعملي سمنة نباتي، مفيش اي مشكلة. تمام. وهخلي بقى ايه كده، انا دهنت كله بالفرشه، ده هتخلي اللون يطلع حلو والتحميره كده تديني لون رهيب. هحط معلقه السمنه اول ما تسخن، بنزل كده بقى ايه بالارانب زي ما انتوا شايفين على الجنبين. كده شغلت الفلاش، كان النور مش قوي الاضاءه، بس ما كانش ينفع اقطع لكم الجزء. لازم تحطي سمنه والزيت كده وتبداي ان انتي تشوحيها. اول ما تتحمر خلاص، شايفين اللون بقى والجمال؟ اخر جمال. التركه دي كمان بتخلي ريحتها تحفه وطعمها جميل جدا. بجد جربوها هتعجبكم قوي. البنات برضو المبتدئين هنعمل مع بعض الملوخية بتركة مش هتلاقوا عند اي حد، وازاي الملوخية يبقى حلوة وما تسقطش منك ولونها جميل جدا. لازم تعمليها بقى الملوخية الخضراء بتاعتنا متخرطة بقى عادي اهي. عشان تحطيها لازم تحطيها في الحلة الاول، وبعد كده تحطي فوقيها الشوربة. البنات اللي مش عارفة تظبط المقدار ولسه مبتدئين وجداد ومتجوزين جداد، تحطي الشوربه الاول وما انتش عارفه هتحطي كميه قد ايه، هتحطي كتير الشوربه تحطي الملوخيه تقوم تسقط منك وتبوظ، وترجعي تقولي انا ما بعرفش اطبخ. مفيش حاجه اسمها ما بعرفش اطبخ يا جماعه. حطي الملوخيه الاول كده في الحله ناشفه مفيش فيها اي ماده دهنيه، وابداي حطي عليها مقدار الشوربه وظبطيها كده وحطيها على النار تغلي. انا سايباها بتغلي على النار، وفي الناحيه التانية كده عملت ايه الطشه بتاعتها: حبه كزبره حلوين كده، 4 فصوص توم كده، 5 حسب كمية الملوخية، مع السمنة. وابدأي أول ما تحمر والكزبرة زي ما انتوا شايفين كده آخر جمال. وهنطش الشو بقى العالمي اهي. الشهقة فين؟ شهقة الملوخية. الملوخية تجيب آخر الشارع. بجد حاجة رهيبة يا جماعة. الريحة
انا شميتها وانا قاعده هنا دلوقتي. ما شاء الله بجد كان طعمها تحفه جدا جدا. ما تعرفوش بتخلي الملوخيه، ما تقوليش بقى ملوخيه بقى مسكره، هي بتخليها عسل. شوربه الارانب بتخلي الملوخيه بجد رهيبه، عسل. كل اللي هيدوق الملوخيه هيقولك رهيبه. وادي كده تركات الملوخيه معانا. الشو بقى اللي احنا عملناه ده بقى بتاع المطاعم الكبيره، الشو لازم يعني ملوخيه في الطاجن، والشو العالمي بتاع الملوخيه. عملت معاه شوربه لسان عصفور، حاجه كده جميله وخفيفه وحلوه قوي قوي قوي. جربوها، جربوا التركات اللي انا عملتها معاها دي، هتعجبكم بجد، هتفرق قوي قوي في الطعم. اولا عشان تبلناها طعمها، وكمان هتقضي على اي ريحه غير مستصاغه موجوده في الارانب. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات اللي جايه قويه جدا.